كل سنة وانتم طيبين. طبعا العيد ما بيحلاش إلا بالتسالي، فالنهاردة هنعمل الترمس الحلو. لو انت لسه ما عملتهوش أول بقى هاتيه وعلى طول، وتاني يوم هتاكلي منه على طول. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف أنا هحضره مع بعض ازاي. طبعا الترمس الحلو من أبسط الحاجات اللي بتتعمل وما بتاخدش وقت غير الترمس المر خالص. فهنجيب الترمس هنلاقيه من أي شوائب تكون فيه عيدان أو طوب أو الكلام ده. بعد ما بنلاقيه كويس أوي بننقعه في المية مش أقل من 3-4 ساعات. كل ما بتنقعيه أكتر ما بياخدش وقت على النار أكتر. هننقعه بعد كده هنصفيه من المية ونغير له ميته كده. يعني أنا خلاص نقعته 3 ساعات وغيرت له ميته وحطيته على النار. مجرد ما بيتحط على النار بيبقى عامل زي الشوربة، بيعمل كده ريم من فوق. انت ايدك بقى بالمغرفة بتاعت الرز بتبدأي تشيليه كده. يستحسن أول بأول أي ريم بيطلع بنشيله. بعد ما خلاص سبته على النار قعد ساعتين. بعد الساعتين ما استوى بقى تمام هناخده نشطفه تاني. بس في خطوة حلوة أوي أوي بنعملها. بنحط الملح هو على النار بيغلي. ليه بقى؟ علشان الترمسية نفسها بتتشرب من الملح وما بتبقاش عدمة. غير لما بنحط الملح بعد ما بنشيله من على النار بيبقى يعني القشرة أخدت كل الملح، فما بيبقاش متملحة من جوه نفسها. فهمتي قصدي؟ فده حطي له الملح وهو على النار، بعد كده سيبيه غلوة واحدة وبعد كده نشيله. كده الترمسية نفسها بتشرب من الملح وبتبقى مش عدمة، بتبقى الملوحة بتاعتها حلوة أوي. تمام كده قلبناه واستوى وبقى تمام. هناخده بقى ونشطفه تاني وبنغير له المية تاني. بنحطه بقى في برطمان، بتحطيه في علبة بلاستيك في أي حاجة، مع عصرة ليمونة حلوة كده، مع شوية كمون. لو انت حابة كده كمان شوية شطة بيديله مزازة حلوة أوي. طبعا بيبقى بارد خلاص مفيهوش سخونية. بعد كده البرطمان أو العلبة البلاستيك اللي بنحط فيها بعد ما بنغير له المية وبنحيقه وبنحطها في التلاجة. يستحسن ما بنسيبوش بره عشان بيعمل ريم كده، والترمسية نفسها بتزحلق كده كده يبقى باظ. فاحنا بقى نتلاشى الخطوة دي. بعد ما بنحيقه وبنغير له ميته يبقى تمام وبنحطه في التلاجة. كده بنحافظ عليه من أي بوظان والكلام ده خالص. تمام. هنحط له الملح لأن احنا كبينا المية اللي فيها الملح، بس الملح اللي هنحطه تاني بيبقى ملح بسيط جدا لأن احنا حطينا ملح وهو على النار. تمام. فأنا مش هحط شطة، اللي حابب يحط شطة بيحط، اللي حابب يحط كمون بيديله تطعيمة حلوة قوي برضو. وخلص. ترمس السريع من أسرع الحاجات اللي بتتعمل. كده خلاص حبايبي أنا هحطه بقى في التلاجة. كده حبايبي وصفتنا انتهت اللي عملنا فيها الترمس السريع بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة. تاني يوم على طول هتاكلوا منه. كل سنة وانتم طيبين، إلى اللقاء.